ازاي بتبقى مدمن على الافلام الاباحيه؟ الافلام الاباحيه بتبالغ في تقديم المحتوى اللي بيحفز عقلك وبيغير دماغك، نفس التغيير اللي بيحصل في دماغ مدمنين المخدرات، والتغيير ده هو الحافز الاساسي لرغبتك انك تتفرج على اباحيه حتى لو بتحاول انك تبطل، لان الاباحيه اللي في الافلام بتقدم تحفيز عالي جدا اكتر بمراحل من اللي موجود في الطبيعه. العالم بيتطور اسرع بمراحل من تطوير عقولنا، احنا مخلوقين علشان نعيش مع بعض، على اننا نحبس نفسنا في اوضه ونتفرج على افلام ديت. واكبر مثال على اننا مش مناسبين للحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي هو الاكل. في دول حاليا 70% من اهلها بيعانوا من زياده الوزن. العقل البشري بيحب الاكل اللي فيه سعرات حراريه كتير علشان دي الحاجه اللي تقدر تعيش بيها، لكن زمان جدا ايام الانسان البدائي اللي كان الاكل معتمد على المجهود كان صعب انك تلاقي الاكل اللي فيه سعرات حراريه كتير، فلما بتلاقيه بتاكل فورا حتى لو كان كتير. لكن دلوقتي سهل جدا تتصل تخلي الاكل يجيلك مليان دهون وسعرات حراريه من اللي بتحبها، وده تحفيز عالي جدا لعقلك لانك كانسان عاوز تعيش. فكل ما تلاقي اكل شكله حلو وطعمه حلو تاكله، لان عقلك عايش بمبدأ كل علشان تعيش زي الانسان البدائي. وده برضه اللي بيحصل في الاباحيه. واستنوني بالفيديو اللي جاي. سلام.